الجهاد هي داخله في مهامهم اليوميه اللي هي تتبع المخالفات وتتبع المجرمين والقيام بدوريات في كامل تراب الجمهوريه ولا كل عون في المنطقه الموكوله له فهمتي تحت ذنب. كذلك فهمت عنا بالنسبه للعوان الامن واي مامور ضابط عدليه زاد من مهامه زاد يلقى مخالفه غبيه يقوم برفع المخالفه وبعد يوكلها لدائره الغابات. اول فروق شدينا في البحر هذه الثانيه هذه كانت مصيبه والواحد هذا ما كانش هكا فارغه فيها كان طول مزروعه ان شاء الله يطلع فيها البك يطلع فيها حمرة راس. اللي يربوا في تونس هم شكونهم؟ هم ناس اكلين البراكونير صياده فهمت الغير قانونيين يمشي يصطادوه ويجيبوا يربوه في الديار ويعاودوا يفقسوه مع بعضهم فهمت. لو كان جد هما عندهم النيه نتاع الذكاء نتاع الواحد كان ينجم يتصل بدار العام غيرهم توضح لهم الظروف وبالعكس نحن نعاونوهم ونوروهم الطرق كيفاش باش يكثروا وكيفاش باش يعملوا الشيء نتاعهم. الاجتماع الاخراني اللي عنده تقريبا تو مده عامين تو اللي صار مع بالمغرمه معناها وزاره الفلاحه ووزاره الغابات معناتها المولى المغرمه معناتها قال لك ما عندك الحق تربي كان عصفور واحد الساعه، قال لك لا ما عندكمش الحق. هذه دوله باش تتعاون معاها ما تنجمش تتعاون بها ما تنجمش تتعاون معاها هذه دوله هذه بالعكس ضدك. المربين هذا ما سامحني ممكن عندهم مشكله انهم مش فاهمين القانون وما يعرفوش. وأنا نتحداك كان يجيب لي واحد اللي طلب مطلب نتاع تربية حيوان خاصة البومزين هذا. أنا نرجع لك حتى للقوانين نتاعهم ما فماش حاجة اسمها رخصة. ما تعرفش شنو معناها كان تجي المربي صرف مئات الملايين ولا عشرات الملايين وتجي غاديك وتهدوا في رزقه وتجي تقول له لا اسمعني راهو اللي مسيبه انت هذاك حتى كان صرف عليها 50 مليون و 60 مليون انا من حقي نسيبه في الطبيعه. لهنا نجم نقول لك فما بلايص تجبد فيها سلاح خويا. باش يجي هو اداره الغابات يحب ينحي لي انا الغرام من دمي ما ينجمش على جثتي ينجم يجي يهز ويطير العصافر. رانا دقينا البيبان حكينا برشا قبل انا توا والله بعد نوريك ميساج بعثوا انا شخصيا لوزير الفلاحه السابق اللي هو سي سمير طيب بعث له انا ميساج في البريفي تنوريك الميساج خاطر هو امي معايا على الفيسبوك. علاش تفكرني على خاطر ما نحبش نتفكروا وما عادش من وقت وهو انا نسيت باش مازلت نربي عصفور. العصفور كان برشا خيرات ربي. الصباح نعلق العصيفر في الشريطة بالخزيبة نتاعو نكمل نصلي الصبح والفجر نتلفت نلقى الخزيبة فيها عصيفر. فر تاكسي على الأول ما عملوا كياس وعملوا اللي يقول يعني وقتها متعدي في التاكسي هبط واحد في الحومة متعدي بالتاكسي أنا معلقه في الوحدة في المعلق بتاعه غاد هاي اللي هنا في التين ده متعدي في التاكسي يسمع في هز راسه بعد ما قدم الغاد يرجع لي قال لي بالله شكون مول الحمد تفضل شاش قال لي العصفور هذا نتاعك قلت فيه نتاعي قال لي نجم نسومك فيه لا عندي قلت باش سمعت منه باش تسوم اقعد سمع الورا الاولى والثانيه والثالثه هكا هو الراجل كخبط معاه شي نجم يتحرك ولا يا سيدي هو يروح مالي ساعتين الخدمه مالي ساعه ونص مالي ساعه و7 يحط التاكسي لهنا يمشي قهوه الدريسي ياخذ قهوه ويجيب زواج سويقرات ويقعد بالله يقول نحلقوا له غد يعمل كيف على زواج سويقرات وقهوه يعمل راسه نسيب ساعه 7 دراج يقول لي يرحم والديك يركب في التاكسي ان شاء الله. بالنسبه للحيوان الحيوان اللي طاير البومزين هو مازال في طور الانقراض مازال متواجد في تونس. بالنسبه لطائر الحاسون غير موجود هذا على ضمانتي انا ونراهن اي واحد يقول راهو طائر الحاسون مازال موجود. غالب خويا شنو احوالك؟ صفا؟ الحمد لله. شنو الجو شنو الدنيا لهنا؟ الحمد لله ونعم بالله. الحمد لله. شنو قديمه هنا مالا؟ اي ابا جدري اي مثل مخنين حسره على المخنين شيء ما عادش 10 سنين من تفقدته. لا
10 سنين 10 سنين. يا فما أكثر. لا مدة ال10 سنين كعبات توجد